اليوم سأحدثكم بقصة. القصة علي وعليكم أنتم العنوان. حط لها عنوان اللي أنت شايفه مناسب. شاب في إحدى الدول العربية انتقل للدراسة في فرنسا، ويبدو أن الشاب درس طب. هناك في إحدى الجامعات الفرنسية تعرف على فتاة فقرر أن يتزوجها بغض النظر عن دينها، فارتبط بهذه الفتاة بزواج مدني اللي هو سميه. عاد هذا الشاب بالإجازة ومرته معه، واللي جاء من فرنسا هاي نص كم ومفرع وحالته حاله، أبوه عمره 70 سنة، لم يتحمل أن يرى هذا المنظر. مين هاي؟ قال له هاي مرتي. ولك كيف مرتك؟ قال له تجوزتها هناك. ولك مسلمة؟ قال لا مش مسلمة. إيه تتجوز كافرة؟ قال له هذا اللي أجاك. قال له أبدا، ولا بالظل عندي بالدار 5 دقائق يا حجي يا أبوي. قال له مستحيل، هسه روحها. شو يقولوا عن الناس؟ يقولوا أبو فلان أبو محمد ولا أبو محمود جوز ابنه واحدة كافرة، وبكرة وانت ماشي بالشارع يقول هذا جوز الكافرة. ولما تخلف منها يقولوا عن أولادك أولاد الكافرة. ما بخليها عندي. الختيار ولعت معه، الولد أخوه قرب ينجلط. قال له خلص يابا زي ما بدك، بس اعطيني 2 3 بس اجهز لها ورق عشان ارجعها على اولادها. هيها بالدار عندك وخلنا نغيب عنك اسبوع. زمان غاب اسبوع. المرأة هاي الكافرة ممرضة، صارت كل يوم لعمها تقيس الضغط، وانه ضغطه عالي. قال لا اليوم ممنوع تاكل مقالي عشان ضغطك ينزل. معها جهاز تقيس السكر. ايه الختيار تعبان، تعمله مساج لرقبته، تلبسه، تكوي له اواعير. الختيار تبحبحت مع اموره، تزهزه، تصحصح مزبوط. رجع الولد بعد اسبوع قال له يابا شو اخبار الكافره اللي معك؟ قال له يابا مش هاي كافره، امك الكافره. انا حطيت عنوان الدين المعامله، مع انه هذا ليس بحديث لكن معناه صحيح. لا تقل لي اين وصلت بالقرآن، كم جزء ختمت، بديش. قل لي أين وصل القرآن في قلبك وفي حياتك. لوين وصل القرآن؟ أنا وصلت 10 أجزاء 20. القرآن أين وصل في حياتي وفي حياتك؟ هذا هو المقصود من هذا اليوم.